القيادة أي قيادة؟ والله ما داري بكم القيادة وين أنتم، ولا يعبوا جيوبهم وقاعدين يفتحوا لهم محلات وصرافات وشرائك وبس. هذهم الثاني وجه هذا للضالع اللي كاتب نفس الضالعي ما له قيادة. والله انهم بيبيعوك تحت جهنم. قل للقيادة حقك تجي تجدد لك الإقامة، وأنا أقول لقيادتي في الشمال تجي تجدد لي إقامة، أو تجي تسأل على أبنائنا اللي موجودين في المستشفيات في كل الدول. والله ما حد حولك، كلهم مرتزقة وكلهم دمروا وطننا. وشكرا للجميع. تفضلوا اللي بعدي. أحسنت. تفضل يا الكبير. يا جماعة هذين قيادات لا لهم لا أول ولا آخر من الفساد، فكل واحد لا يعول عليهم. احنا نعرف ان هذا القيادة ما لها اي تعويل من شرقها لا غربها، من زنابي العفاش للإصلاح لا الانتقال إعادة الطامة الكبرى. المشكلة ان الجماهير حقه او المناصرين حقه من ديف العزب المتعطلين اللي يظل فوق النت ماشي مع حق الإقامة ذي قال هذا المصيبة. ما هو داري وإيش الوضع هناك. الجماعة قاعدين يبنون في السم لما بعد الرحيل أو ما بعد الحساب. عارفين لو جاء قانون الحساب جاي، لكن لو ما في قانون هذا أفضل لهم لتطوير السرق لتطوير الشلط. قاعدين يرتبوا أنفسهم زي ما رتب نفسه عفاش في الخارج وخرج المليارات. هذا خرجوا المليارات الحين عندهم محلات ذهب، عندهم مصانع. واحد فتح مدري بكم دولار في مصر وفي اثيوبيا وفي الخليج. ما حد حاطط حتى اولادهم ما موجودين داخل. فلا تعولوا على هذا القيادة كلها اللي في الداخل، لا الشرعية ولا الحوثي ولا هذا الانتقالي هذا. انا اقول لك ما هو عاد كارثته بتكون يعني مخيفة، لانه طلع من كان مطلوب امنيا في السجون خلاهم قيادات. لو تجي تشوف منهم كلهم قتل او سرق، وزي ما هم فاكين عدد مربعات للشلط. كل واحد حقه يعني من شارع لا شارع. هذا الدخل وفي عايد يصير للي فوقه. فالله يستر على الناس كلهم. لا حد يقول لا قيادة ولا حد يقول حوثي. والشرعية هذا الهاف حقها نازل للآخر من ما جاء طمر. مع الله إذا ستر الله في هذا الشعب المسكين اللي لا حول ولا قوة. فكل واحد يعقل ويعرف وينه رايح. يا شعب اليمن تكفوا. السلام عليكم. أحسنت يا الله العز. اقرأ تفضل. اعطي المايك لواحد ثاني انا مشغول شويه. طيب عابر القارات تفضل. عابر القارات. يا عابر القارات. وعابر بعضهم يعجبك يطلع وكتب شكله مش فاضي. بعد اذنك يا راعي الاولى. اول حاجه احنا لما نتكلم عن الاشخاص احنا مش نتكلم عن فراغ، احنا نتكلم عن معاناه وطن، نتكلم ماذا يحدث في داخل وطني. هؤلاء المسؤولين خلاص هم راحوا. لماذا راحوا؟ خلاص بنوا انفسهم في الخارج. من كان يسرق الغنم او كان تاجر بالبقر او كان الان ماذا عنده؟ شلل شيء. ايش كان يبتاع يشتري بالبقر. عندك ابو علي الحاكم ايش كان سارق غنم او يبتاع يشتري بالغنم. عندك المقوت وغيره وغيره وغيره. ايش كانوا هذم؟ الان شوفوا ماذا معهم الاشخاص هذم. تمام. لا طلوع على ظهري وظهرك على ظهر الوطن. جلال الربيعي مقوت. السلام عليكم. بعد اذنكم. وعليكم السلام. بس عشان اكتم. كل واحد يجي دور نعطيه بس بعد اذنكم دقيقه بس عشان نعرف ان احنا ايش هذا. يعني يجي لك واحد تمام لا بوسط العزبه عاد يستلف يدين لها النت ويدينا هذا ويجي يقول لك انا القياده فلان. من صالح السعدي هذا والله ما هو داري وين كوعه من بوعه. الضالعي والله ما هو داري من هو ايش اسم القياده حقهم ولا اسمه. يا اخي قيادتكم مرتزقه.
انظروا ادخلوا الى المسلم هذا وشوفوا اخر صوره للقائد حقك اللي انت تتكلم عنه، تحدث يا صالح الساعدي، تمام لا لا، كان زي الذليل لانه شخبط جنبه العسكري اخ شخبط، مش شخبط العسكري اخ شخبط، وكان حقق القائد زي الذليل يعني مدعوس. لا ما فيش واحد بيجي يحكم لك تمام لا، هو بلا كرامه بلا نسب، هؤلاء بلا كرامه، هذو باعوا كراماتهم في داخل وطني الجريح، انا اتكلم شمالي وجنوبي. باعوا وطني تمام لا لا، ويجي يقول لك انا بعمل ما قال عفاش رحمه الله عليه رغم سرقه، قال من طلع من الباب ما بيرجعش من الطاقه، واذكركم في الكلام هذا تمام. هؤلاء ما بيعودوش لوسط الوطن، بيشردوهم شاردين السرق سواء شمالي او جنوبي، الذي تاجروا بقضية اليمن، الذي تاجروا في حروب اليمن ودمروا الوطن ودمروا المواطن وخلونا نتكاره فيما بين البين. شكرا للجميع، انا اسف على الاطالة. احسنت يا مغلق، تفضل. أسعد الله مساكم جميع. على مزاجك اقعد. شفت التيك توك لا ذا جبرك يا يعني اليوم النظام يعني ارفع صوتك لانك اللجل. امتعتني يا المرعط انت اصبق انت يا بياع الملح، امتعتني حتى في الترتيب والله. هناك انت ايش حد قالك انت قروب المهردات؟ طب يا حبيبي المهردات اصوات ناعمه وترقد وانت بامان، الحين عند الخلايق. والله قبل الله لا جبرك، ارفع صوتك ياي. اقسم لك بالله يا شوف يا راعي الاول، من الحين خرجت من البثوث هذه اقسم بالله اني انوم وانا مرتاح. اول كنت انوم والسكر عندي مرتفع والضغط مرتفع والقيلون مرتفع، ما اقدر حتى انام، معداني حتى المخده ولا البطانيه جنبي، عرفت؟ حرام مني قد نعوف كل شيء. الحين انام وانا مرتاح، لا مرحطه ولا شيء الا البارح. مرتاح مالك من كثر البثوث دي تفتحها على اليمن ولا غيرها؟ انت فاتح بثوثك كلها هزي مزي. يا حبيبي حسستني انت ذا الحين ركبت الدوله ما شاء الله وغيرت الجيش وقد ما شاء الله. ليش انا ركبت الدوله في الدور مالك انت؟ وقد ضميتها على دول الخليج ما شاء الله عليك، وناطحه السحاب بنيتها وانت جالس على التيك توك ماشي حق تجديد الاقامه يا ابو. اعطوه 5 ورود يا شباب، ذا جاي يدور ورود، اعطوه 5 ورود. قال حليت وسويت، جالس مبقبق ويصمت نفسه، عرفتهم يصمت. من الذي كبرهم؟